اهلا الحميشات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا والف مرحبا لكل من انضم للقناه، لا من الجزائر لا من تونس لا من الدول العربيه او الدول الاوروبيه. مرحبا ومليار ومليون مرحبا. كنتمنى قناتي تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. اما الحميشات اللي متبعاتني ديما كنقول لهم شكرا على الدعم وعلى التشجيع، ولا لا يخطيكم على قناتي. ما نساوش حتى الرجال، عندي واحد النسبه من الرجال اللي كتبع القناه ديالي لانها قناه الافاده والاستفاده ومن كل فن طرف. اليوم انا لا مولاتي جبت لك تصايبي واحد الكيكه سهله ماله ماشي في البران، تصايبيها بجوج طرق مختلفه وبمقادير جد بسيطه. ديما كيف ما وعدتكم السهل والبسيط والاقتصادي على الجيب. هاد جوج كيكات ما كطيبش كما قلت لك في الفران، وانما كنطيبوها في المقله. هانتي كما كتشوفي كتجي هشيشه رطبه وواعره. ندوزو دابا للمقادير الحميشات اللي ساهلين. بسم الله على بركه الله. خاصك لاله مولاتي غير تفاحه وحده، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده ما عمرش، كاس ديال الزيت كذلك ما عمرش، خماره من فئه 8 غرام، وكذلك واحد الساشي ديال الفاني، بيضه، قبصه ديال الملح، وواحد العاشق صغير معلقه ديال بيكربونات هو المحسن الغذائي. ما تنساونيش من لي لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم، كنموت عليكم. سهله وبسيطه طريقه. كنخلطوا المواد السائله، كنزيدوا السكر الفاني باش يذوب حتى هو، كنزيدوا البيضه، كنضربوا مزيان باش هادوك العناصر تنسجم، كنزيدوا الملحه، كنخليو الخميره وبيكربونات الصوديوم والدقيق. ما غاديش نقول لك شحال ديال الكميه ديال الدقيق، على حساب الكاس اللي استعملتيه وعلى حساب الكبر ولا الصغر ديال البيضه. كتحصلي على عجين يكون قاصح شويه على عجينه الكيك، لاننا غنطيبوها في المقله، ماشي قاصحه بزاف، ماشي ديال البريوش، وانما غير شويه على عجينه الكيك اللي كدار في الفران. هنا كنزيد الدقيق وكنزيد الخماره ديالي البيكربونات الصوديوم، لابد ما تغربلوهم باش تحيدوا منهم هذاك الماء اللي تيكون في الدقيق، وباش تطلع لك الكيكه رائعه. انا هذه راه استعملتها يدا ودرتها بالدقيق الكامل، ها نتوما غادي تشوفوا الدقيق الكامل. بغيت نجرب به وخرجت ليا واعره البنات بالدقيق الكامل. ما فيها باس مره ندخلوا لوليداتنا الدقيق الكامل باش ياكلوه، لانه صحي ولينا حتى حنايا. البنات غنقول لكم واحد المشكل، شكون اللي كتصايب الكيكه في الدار ملي ما كيكون حتى واحد عندها غير هي وليداتها، وكتخرج ليها واعره وهشيشه وطالعه، وملي كيجيو الضياف ملي كتصايب الكيكه بنفس الطريقه، يا اما كتحرك ليها، يا اما ما كتطلعش، يا اما كتهبط، يا اما خليوها ليا في التعاليق البنات. هكا غادي نشوفكم واش استفدتوا من الفيديو ولا لا. خليوها ليا في الكومونتير البنات. ما تنساوش ما تصلوش على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساوش تكتبوا لي في التعليق الا رسول الله عليه الصلاه والسلام. كناخذ مقله اللي ما كتلصقش، كندير فيها شويه الزبده، كندهن القاع ومن الجناب لانها غطلع، وكندير شويه ديال السنيده، السكر حبيبات، وكنستف هذه الطريقه التفاح على هذا الشكل هذا. كنجيب الخليط ديالنا وكنخوي على التفاح اللي صايبت، وكنديرها يا البنات في واحد درجة الحرارة اللي منخفضة بزاف، اللي عندها البوطة ديال الغاز تشعل عليها غير شويه، ما تكترش العافيه لانها باش طيب المهل وباش هذاك الشوكولات ما يتحمرش. انا عندي البوطه ديال الضو ودرت واحد الحديده من التحت، ومع ذلك تحمر ليا شويه، هانتوما غادي تشوفوها في الشاشه ولكني جات غزاله. الطريقه الثانيه غادي ناخذوا كما العاده الزبده نديروها في القاع،
وندهنوا بها المقله ديالنا، ندردروا شويه سنيده ونديروا التفاح هكا دواور. حتى هاد الطريقه كتجي رائعه، وفي الاخر غادي تشوفوا الشكل ديالهم بجوج لانه كيجي مغاير. هذه ماشي من نفس العجين، عجين وحده خرجت ليا جوج، لا انا درت جوج من الحاجات في العجين باش يخرج ليا هاد الجوجات هادو. هذه غير الاشاره باش ما تقوليش ان نفس العجين خرج ليا جوج كيكات. صافي كنزيد كنخويو الخليط ديالنا فوق التفاح. ملي كنساليو كنحاولوا اننا نقادوها ديك العجينه باش تهبط مزيان، لا الوسط ديال التفاح لا الجناب يكون عندهم واحد المستوى مقاد. وكنضربوا المقله ديالنا كيف ما كتشوفوا مع طاوله العمل باش الا كان شي فراغ يخرج الهواء يخرج والفراغ يعمر بالعجين. كنشعلوا عليها البوطه عافيه مهيله وكنغطيوها، ضروري تغطى. ما عندكش الغطايه ديالها ديري اي غلاقه اي غطايه وتقليها شويه. كتفوت واحد 15 دقيقه كنقلبوها، باقا البلاصه باقا العجين كتلصق. كدوز عليها 20 دقيقه كتولي العجين شدات راسها كتهرب من الجناب، كنقدروا نحيدوها بسهوله. ملي كنقيسوه الفوق العجين ما كيخرج منه لا عجين لا والو، اذا راها طابت من التحت. وغنشدها غادي نقلبها قدامكم. كندهن واحد الطبسيل بالزيت باش ملي نبغي نقلبها تجيني سهله في القليب. هذه هي الحديده اللي درت انا على البوطه باش تجيني شويه عاليه. المقله اللي طيبت كنمسحها ملي كنبغي نخوي. ها نتوما ها العجينه كما كتشوفوا ملي كنبغي نرد الكيكه ديالنا كنمسح المقله. وكذلك هنا ما كنطفيش ما كنغطيش عليها ما كنغطيهاش باش ما يرجعش عليها الندى، كنخليها طيب على خاطرها. هذه الاولى اللي درت، ها هي الثانيه غنقلبها قدامكم باش تشوفوها. حتى هي راه ما كتلصقش البنات. حاجه الوحيده هو انني انا قلت لكم عندي البوطه ديال الضو خاصني شي حديده تكون عاليه. كيجيو على هذا الشكل هذا ما كنغطيش عليهم كيف ما قلت لك. وملي كتبقاي تحركي فيها هكا بالمقله كتلقايها ان بدات كتحيد راها طابت. كنزينها بالطريقه اللي بغيت، كتجي هشيشه يا البنات، كتجي رطبه وشاده راسها ويني في الماكله رائعه. هذوك الذرات ديال التفاح اللي شافها يتحابك مصايبها من الاناناس. الشكل الاخر زينته انا بحبيبات الشوكولات ودهنتها بالكوفيتير. الاولى دهنتها غير بالناباج لا غير. كتبقى طريقه تزيين اختياريه. شكرا لكم البنات على الدعم وعلى التشجيع واللي يخدكم على القناه. للمره الألف والمليون مرحبا لكل من ضم القناه. دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر ان شاء الله.